يا صباح الخير او مساء الخير حسب ما انتوا بتشوفوا الفيديو. المهم يعني يومكم يكون مليان بالسعاده والتفاؤل وراحه البال، يا رب جميعا تكونوا بخير. بصوا بقى الوصفه بتاعت النهارده دي من الوصفات الخفيفه جدا على قلبي، اللي بكون مبسوطه جدا وانا بعملها، ومهما اعمل منها من كميات ما بزهقش ابدا ابدا. طيب واشمعنى وليه يعني من الوصفات الخفيفه على قلبي واللي ما بزهقش منها ابدا؟ لان انا بصراحه كده بعتبرها وصفه من ايام الزمن الجميل، لان القرص الفلاحي الطريه دي من واحنا لسه بنعجنها بس كده ريحتها بتخلينا نستعيد ذكريات كتير حلوه. بنفتكر ناس كتير افتقدناهم كانوا بيلمونا كده حواليهم وهم بيعجنوا القرص دي، لان بصراحه كده القرص الفلاحي دي بتتعمل من الالف للياء بخير وطعم وريحه زمان. والاحلى كمان ان انت تقدري تنوعي فيها بقى زي ما انت عايزاها ساده، عايزاها بالعجوه، عايزاها بالشمر واليانسون، عايزاها بالجبنه. تعالوا بقى نعملها مع بعض النهارده بشويه خطوات كده هتخليكي تطلعي القرص الفلاحي من اول مره بجد ولا غلطه. من اول العجينه الطريه الهشه، وازاي يطلع لونها قمر قوي كده، وازاي كمان الوش بتاعها يطلع متساوي وناعم وما فيهوش اي كرمشه، لغايه بقى ريحتها اللي هتجيب لاخر الدنيا وتملى البيت خير. اما بقى طعمها فبجد ولا احلى. لا تعالوا بقى نشوف القرص الفلاحي القمر دي عملناها ازاي. بس لو سمحتوا قبل ما نبدا الفيديو حابه افكركم يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك، وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. انا هعمل 2 كيلو من الدقيق، لو انت هتعملي كيلو فطبعا هتقسمي الكميات اللي انا هقولك عليها. انا استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات، لو عايزه تستخدمي دقيق مخبوزات مفيش مشكله. وحطيت على الدقيق 4 معالق كبار مليانين من السكر، معلقه كبيره مليانه من الملح، معلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقتين كبار ممسوحين من الخميره، وكمان حطيت 3 معالق كبار من السمسم. هقلب بقى المكونات دي مع بعض، وبعد ما قلبت المكونات مع بعض هوسع كده في النص علشان انزل بالسمنه، وبعدين نزلت بكوبايتين خليط ما بين السمنه والزبده. وعلى فكره انا كنت بعاير المكونات بكوبايه الشاي العاديه اللي موجوده في اي بيت، اللي هي الساعه بتاعتها 200 مللي علشان بتكون موجوده في كل بيت. نتكلم بقى بخصوص المكونات شويه. بخصوص السمنه والزبده انا استخدمت كوبايتين خليط ما بين السمنه والزبده، بس انا بخلي الكميه الاكبر تكون للسمنه، لان السمنه بتدي نعومه اكتر للقرص، وكمان علشان القرص دي فلاحي فبحب استخدم فيها سمنه بلدي. انا استخدمت سمنه بلدي جاموسي، يعني في الكوبايتين استخدمت كوبايه ونص من السمنه البلدي البيضه، ممكن تستخدمي السمنه البلدي البقري اللي هي الصفراء، وعليهم نص كوبايه من الزبده. ممكن تستخدمي بقى اي نوع زبده، انا استخدمت زبده فرن. وكمان ممكن تستخدمي خليط ما بين السمنه البلدي والزيت، وممكن تستخدمي خليط ما بين الزبده والزيت. ممكن تخلي الكميه كلها سمنه، ممكن تخلي الكميه كلها زبده، بس هي زي ما قلت لك كل ما تديها الطعم الفلاحي الاصلي طبعا بتكون معاكي احلى. وبعد ما تنزلي بالسمنه لازم تبسي الدقيق مع السمنه كويس جدا لغايه لما الدقيق كله يبقى شبه حبيبات الرمل زي ما انتم شايفين كده، لان عجينه القرص الفلاحي بتتبس قبل ما تتعجن. الخطوه دي مهمه جدا علشان تاخدي نتيجه صح، يعني ما ينفعش تنزلي بالمكونات السائله بعد الزبده على طول من غير ما تبسي الدقيق. ويا سلام بقى كمان لو عندك شويه قشطه بلدي كده من على وش اللبن، انا حطيت يعني 5 معالق كده من القشطه البلدي دي. وطبعا لو ما عندكيش مفيش مشكله، بس زي ما قلنا القرص دي علشان فلاحي فكل ما تزودي فيها الدسم كل ما هتاخدي طعم احلى. وكمان بحب احط نقطتين كده من الفانيليا بتدي ريحه حلوه، وكمان معلقه كبيره من الخل. الخل بيساعد العجينه ان هي تكون اطرى، وكمان بيخلي لونها فاتح وحلو. وبعدين في الاول كده نزلت ب3 كوبايات من اللبن. نتكلم بقى بخصوص السوائل اللي احنا هنعجن بيها القرص. اولا كده وانت بتعجني العجينه من الاحسن يعني انك ما تنزليش بكميه السوائل كلها مره واحده، حتى لو انت عملت القرص دي او المعجنات دي قبل كده وعارفه مقدارك كويس. من الاحسن برضو ان انت ما تنزليش بالسوائل كلها مره واحده، انزلي بشويه شويه كده، لان نوعيه الدقيق ممكن تخونك. وعلشان كمان حاجه مهمه جدا ان كل ما بتنزلي بالسوائل كده على فترات يعني وتعجني شويه وبعدين تزودي سوائل تاني وتعجني شويه، فانت كده بتعملي عرق للعجينه. فالخطوه دي مهمه انها تطلع معاكي اي معجنات انت بتعمليها طريه جدا وهشه، وقوامها من جوه بيكون اسفنجي جدا زي ما انتم شايفين كده. بنزل بكوبايه وبعدين اعجن، وبعدين برجع انزل بكوبايه تاني واعجن، وهكذا. انا استخدمت على ال2 كيلو دي 7 كوبايات ونص من اللبن، وهي نفس الكوبايه اللي استخدمتها في السمنه هي اللي استخدمتها في اللبن. نتكلم بقى بخصوص اللبن اللي احنا هنعجن بيه. في القرص دي متاح انك تستخدمي اي حاجه متوفره عندك. ممكن تعملي خليط ما بين اللبن يكون كامل الدسم وما بين الميه. اهم حاجه السوائل اللي انت هتعجني بيها تكون دافيه. اما بقى اللبن اللي انا بعجن بيه اللي انتوا شايفينه تقيل ده، لان اللبن ده زي ما بنقول عليه كده لبن الخض. اللي ما يعرفش لبن الخض، انا قبلها بيوم كنت بضرب قشطه علشان اعمل منها زبده بلدي وبعدين اسيحها تبقى سمنه بلدي. فبعد ما بضرب القشطه بيطلع منها اللبن ده بيكون حلو جدا في المعجنات وخصوصا في القرص الفلاحي.
احنا بنسميه لبن الخضر، ممكن لبن رايب، ولو ما عندكيش هتستخدمي لبن كامل الدسم وهتدفيه وتحط عليه معلقتين كبار من الخل وهتسيبيهم 5 دقايق هتلاقي اللبن قطع. ممكن تعجني بميه بس هتضطري بقى ان انت تحطي 4 أو 5 معالق كبار كده مليانين من اللبن البودر. ممكن تعجني بزبادي بس، ممكن تعجني خليط ما بين اللبن والزبادي، الميه والزبادي، تستخدمي المتاح عندك. بس طبعا كل ما هتستخدمي الحاجه وهي بخيرها فهتديكي ريحه وطعم بجد ولا احلى. وبعد ما لقيت العجينه بقت طريه جدا وخلاص مش محتاجه اي سوائل تانية، نزلت بقى بيها كده على رخامه علشان ناخد وندي مع بعض كده، لان طبعا معروف ان اي عجينه فيها سمنه او زبده بيكون قوامها وملمسها زي ما انتم شايفين كده، يعني ما بيكونش ناعم قوي. نفضل بقى نعجن فيها كده مش اقل من ربع ساعه علشان يكون قوامها ناعم وتلم كده على نفسها. وبعد 10 دقايق من العجن لو لقيت العجينه لسه مدياكي الشكل المخرم اللي هو مكرمش زي اللي انت شايفاه قدامك ده، فهتعرفي ان العجينه محتاجه سوائل كمان. بتبداي بقى تنزلي بمعلقه كده من اللبن لغايه لما تعجني كويس جدا، وبعدين تديكي بقى عجينه قوامها وملمسها ناعمين جدا، لان شكل العجينه وقوامها وملمسها من البدايه كده مهمين جدا علشان تطلع معاكي القرص واخده شكل حلو وملمسها يكون حلو وشها يكون ناعم ما يكونش مكرمش. لان في ناس كتير جدا بتشتكي ان القرص الفلاحي بعد ما بتدخل الفرن بتاخد لون حلو وكل حاجه، بس الوش بتاعها ما بيكونش ناعم، ما بيكونش شكله متساوي. فده لان العجينه من الاول ما اتعجنتش كويس لغايه لما يكون قوامها وملمسها ناعمين زي ما انتم شايفين كده. تعرفي منين ان العجينه خلاص بقت ناعمه وما بقتش محتاجه سوائل تاني؟ اول ما تضغطي على وش العجينه كده بكف ايدك بتديكي شكل متساوي وناعم ومبقاش فيها اي فتحات ابدا. وكمان من علامه نجاح القرص الفلاحي انك لما تيجي تاخدي جزء من العجينه هتلاقيه بيتقطع معاكي زي كده، مش هتلاقيها بتمط، لان العجينه المبسوسه ما بتمطش بتتقطع. عجينه القرص الفلاحي لازم تكون طريه جدا جدا لكن مش بتلزق. انا عارفه ان في ناس كتير جدا ما بتحبش تشتغل في العجينه اللي بيكون فيها سمنه او زبده وبتحس ان الشغل فيها متعب، لان قوامها بيكون فيه فتحات كتير وبتكون منعكشه كده ما بتكونش ناعمه زي المعجنات اللي احنا بنعملها. بس صدقيني العجينه دي كل ما تعجني فيها كل ما هتديكي نتيجه احسن واحسن. هحط بقى العجينه دي في طبق واغطيها بالبلاستيك وكمان هغطيها بفوطه واسيبها بقى تخمر. هتقولوا لي طب هي مده التخمير قد ايه؟ طبعا انا حاجه زي دي ما اقدرش اقولها لكم لان عوامل الجو بتختلف. يعني العجينه في الشتاء بتاخد وقت اكتر من الصيف. لو انت عايزاها تخمر في الشتاء بشكل اسرع فهتحطي الطبق اللي فيه العجينه ده في طبق تاني اكبر منه، والطبق ده يكون فيه ميه ولا هي سخنه قوي ولا هي فتره، يعني تكون مايله للسخونه شويه. لما تحطي ايدك في الميه كده تستحمليها كده هتخمر بشكل اسرع. وهنا العجينه بعد ما خمرت معايا قسمتها على 2 عشان اعرف اكورها. حاجه برده مهمه جدا علشان تاخدي عجينه ملمسها ناعم، بلاش بعد ما العجينه تخمر ترجعي تعجنيها تاني على بعض، لا انت يا دوب بس هتفضي الهواء اللي في العجينه وبعدين هتبداي تقطعي منها كور بالحجم اللي انت عايزاه. وحتى الجزء اللي انت قطعتيه ده وهتكوريه بلاش برده تفضلي تعجنيه كتير، انت هتاخديه على كف ايديكي كده وتفضلي تكوريه زي ما انت شايفه علشان يديكي ملمس ناعم. او لو مش عارفه فممكن تعملي زي ما انا بعمل كده على الرخامه فهيديكي ملمس ناعم جدا. يعني من الاخر ان العجينه دي مش مستحب ان هي تتعجن بعد التخمير. ويا ريت لو انت هتعملي كميه كبيره كده زيي وهتشتغلي فيها لوحدك فبلاش تكوري العجينه كلها مره واحده، انت هتكوري بس في الاول كده على قد صاج علشان تفرديه، لان الكور دي هتخمر ولما تيجي تضغطي عليها علشان تشكليها وهي خمرانه مش هتديكي الشكل المظبوط ولا هيديكي الوش الناعم اللي انت عايزاه. فانا بعمل شويه كور كده على قد الصاج وهركن بقيه العجينه تاني في الطبق واغطيها، وكمان الكور اللي انا كورتها دي بغطيها علشان الوش بتاعها ما ينشفش. اهو زي ما انتم شايفين هي دي الكميه بس اللي انا كورتها علشان الحق اشتغل فيها قبل ما تخمر. وهغطي بقى الوش بتاعها بالبلاستيك. وطبعا في المرحله دي انا مش هسيبها تخمر، انا هبدا باول عجينه كورتها طبعا بتكون ارتاحت شويه فهتتفرد معايا بمنتهى السهوله ومش هتلحق طبعا تكون خمرت ولا تاخد معايا الشكل اللي هو المنعكش ده. وحاجه برده مهمه جدا جدا علشان لو حصلت فبجد ما بنعرفش نتفادى المشكله دي لان حصلت معايا كذا مره في المعجنات، فبلاش ابدا جدا خالص نسيب العجينه تخمر وقت كبير، فبلاش نسيب العجينه لغايه لما تتنفخ خالص وتجيب اخرها وتتفتح كده من بعضها. مش صح ابدا لان احنا مهما نعجن فيها بعد كده مش هنقدر نديها الشكل المتساوي الناعم اللي احنا عايزينه. هي هيطلع ريحتها وطعمها حلوين اكيد علشان المكونات اللي احنا مستخدمينها، بس مش هتديكي الشكل الناعم المظبوط اللي احنا كلنا بنحبه في المعجنات. فخلي بالكم جدا من النقطه دي. هنسيب العجينه تخمر لغايه لما حجمها يتضاعف مره بس
بس مش اكتر من كده، مش مره ونص بقى ولا مرتين ولا الكلام ده. ولما بنيجي بقى نقرص القرص دي بنضغط عليها بالراحه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما تضغطيش عليها جامد يعني لدرجه انك تلزقيها في الرخامه، وحاولي تضغطي عليها بشكل متساوي، ما تخليش جزء رفيع وجزء سميك علشان تاخد شكل مظبوط. وبلاش وانت بتفردي القرص تخلي سمكها رفيع قوي علشان ما تنشفش منك في الفرن، وكمان ما تسيبهاش مكوره كده ومكلبصه علشان ما تطلعش معاكي عيش كايزه. انا بتكلم على سمك القرصه مش على حجمها ابدا. اما الحجم ده بقى فطبعا بيكون حسب الرغبه، عايزه القرصه صغيره، عايزاها كبيره، عايزاها وسط. انا بصراحه عملت احجام مختلفه بطبيعه بقى الاعمار المختلفه اللي عندي في البيت، فعملت قرص كده بحجم مختلف علشان الصغير ياخد الصغيره والكبير ياخد الكبيره، بدل ما الصغيرين ما يقدروش يخلصوها فيقطعوا على الفاضي، فلا اعملي احجام مختلفه احسن. ودي زي ما انتم شايفين كده انا هحشيها عجوه وهعمل لها فتحات كده من على الوش علشان تاخد الشكل التقليدي اللي احنا بنشتريه من بره، بس طبعا دي احسن بكتير لان اللي بره اكيد يعني ما بتكونش بالسمنه البلدي. بس يا ريت قبل ما تحطي قطعه عجوه التمر كده في النص تفرديها، بلاش تكوريها علشان تملى القرصه وتفردي بقى عليها العجينه كده، فلما تيجي تاكلي ما تلاقيش جزء فاضي وجزء فيه عجوه. والعجينه بقى اللي انا ما كورتهاش وسايباها في الطبق، قبل ما اكورها بفضي منها الهواء برضو، لكن مش بعجنها، وببدا اكورها برضو على قد الصاج زي كده. وعلى فكره مش لازم تقرصي ابدا على رخامه، ممكن تقرصي في الصاج على طول زي ما انت شايفه كده. اول ما بحشي العجينه واكورها بحطها على طول في الصاج، بس اهم حاجه تسيبي مساحه ما بين القرصه والتانيه علشان لما بتدخل الفرن طبعا تستوي من جميع الجوانب، فلما الحراره تتوزع بشكل كويس هتاخد لون موحد في الاخر. اهم حاجه زي ما قلتلك لما تيجي تكوري جزء من العجينه بلاش تكوري كتير علشان ما ينفعش ابدا ان الكور دي تخمر تاني، صدقيني لو خمرت مش هتعرفي تشكليها بالشكل ده وهتطلع معاكي مش متساويه ابدا. وعلى فكره لو انت في حد بيعمل معاكي ممكن بعد التقطيع على طول تفردي، لان احنا اوريدي بنسيبها تخمر تاني في الصاج، يعني تقطعي على طول وتحشي وتفردي في الصاج كده اضمن واحسن ان العجينه ما تخمرش منك. واخدت حته عجينه كده وانا بكورها حطيت فيها شويه ينسون وشمر وكمان حشيتها بالجبنه، وببدا بقى اقفلها كويس وارصها في الصاج علشان افردها على طول. احلى حاجه بجد في الوصفات اللي زي دي ان احنا ما بنعملهاش كل يوم، فلما نيجي نعملها نخدمها كويس ونعمل منها كميه حلوه، على الاقل تريحي نفسك بقى من كل يوم هتفطروا ايه وتتعشي ايه، خصوصا ايام المدارس. واحلى حاجه كمان لما تكوني عامله كميه انك تقدري بقى تشكلي فيها زي ما انت عايزه، تعملي شويه ساده، شويه بالعجوه، شويه بالجبنه، شويه باليانسون والشمر. خطوه بقى كمان مهمه جدا انك بعد ما ترصي القرص دي في الصاج انك لازم تسيبيها تخمر وقت كويس جدا، ممكن كمان تاخد معاكي وقت اكتر من مرحله التخمير الاولى. احنا في المرحله الاولى من التخمير مش عايزين نديها وقت طويل، لكن في المرحله دي لازم تديها وقتها. المهم ان كل ما تسيبيها تخمر كل ما هتعلى معاكي وهتديكي عجينه ممتازه وهشه جدا وطريه من جوه، وكمان هتديكي لون حلو. المهم انك ما تشغليش الفرن بتاعك غير بعد ما تقرصي اول صاج ب 45 دقيقه. يعني شوفي بقى انت هتخلصي تقريص اول صاج امتى، بعد ما تخلصيه خالص، وهتستني بعدها ب 45 دقيقه وبعد كده تشغلي الفرن بتاعك علشان هتسيب الفرن بتاعك مثلا يسخن ربع ساعه، فهيكون حلو قوي ان الصاج ياخد تخمير لمده ساعه. وطبعا في ال 45 دقيقه دول هتكوني قرصتي بقى الصاج التاني والتالت، فعلى بال بقى ما الصاج الاولاني ده يدخل ويستوي وكمان الحراره هتسخن في البيت، فالسجون التانية بقى هتكون خمرت، فهتدخليهم ورا بعض ومش هياخدوا معاكي اي وقت. طيب نيجي بقى للتسويه. القرص القمر دي هتدخل على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200 لو انتي الفرن بتاعك صغير، لان طبعا الافران الصغيره بتوزع الحراره بشكل اسرع فهتسخنيه على درجه حراره 200. اما بقى الفرن بتاعك لو كبير فهتسخنيه على درجه حراره 220، والصاج ده هيدخل على الرف التاني من تحت. ولو انتي الفرن بتاعك بيشتغل فوق وتحت مع بعض فطبعا هيكون احسن، هتشغليه من البدايه فوق وتحت مع بعض. لكن خطوه بقى مهمه للناس اللي الفرن بتاعها بيشتغل من تحت بس زيي، انا دخلت الصاج على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200 في الرف التاني من تحت مع المتابعه المستمره. يعني ايه المتابعه المستمره؟ يعني ما ينفعش ادخل الصاج واسيبه كده لغايه لما يستوي وياخد لون مع نفسه، هتلاقيه بقى مبقع وجزء فاتح وجزء غامق. انا بدخل الصاج اول 5 دقايق لغايه لما العجينه تتشمع، وبعد 5 دقايق بفضل بقى افتح الفرن كل شويه وابدل الصاج، واجيب اليمين في الشمال والشمال في اليمين، واجيب اللي جوه بره واللي بره جوه علشان اتاكد ان هو اخد تسويه مظبوطه وكمان واخد لون مظبوط زي اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين مع المتابعه بقى اول ما بلاقي القرص اخدت لون من تحت بقفل من تحت وبشغل الشوايه علشان ياخد لون من فوق. وكمان لما بفتح الشوايه لازم تكون مع المتابعه المستمره، وافضل اقلب في الصاج كل شويه واغير الاماكن بتاعته علشان ياخد لون موحد زي اللي انتوا شايفينه ده. لان معروف ان احنا لما بنشغل الشوايه الجزء اللي تحت الشوايه بياخد لون اسرع، فهتفضلي بقى تبدلي في الاماكن لغايه لما تاخد لون مظبوط. اول ما الصاج يخرج من الفرن وهو سخن لازم اغطيه بفوطه علشان القرص تكون
معايا طريه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ويا سلام بقى كمان لو اول ما القرص دي تخرج من الفرن كده تديها دهنه بالسمنه البلدي، هتبقى بصوا بقى يعني حاجه كده من الاخر بجد. هي اول ما تحطي عليها السمنه البلدي وهي سخنه بتشربها على طول، واول ما تشرب السمنه هتغطيها بقى بفوطه وهتسيبيها بقى لغايه لما تبرد خالص وبس كده، وهتكوني عملتي احلى قرص فلاحي. وبعد ما تبرد خالص بقى في المرحله دي تقدري بقى تشيلي منها في اكياس كده وتحطيها في الفريزر، وهتطلعي بقى منها وقت ما تكوني عايزه، بس هتطلعيها قبل بوقت علشان تاخد درجه حراره الغرفه، او تطلعيها وتدخليها الميكروويف على طول وهتكوني كانك لسه عاملاها. لان بطبيعه المعجنات اللي بتكون معموله بالسمنه او الزبده اول ما بتسخنيها او حتى بتدفيها بتكون وكانها لسه فريش. وزي ما انتم شايفين كده القرص كانت طالعه هشه جدا، العجينه بتاعتها قطنيه. وزي ما قلت لك التقريص ده بيكون حسب الرغبه، انت بتحبي المعجنات فيها لحم شويه فبتسيبيها سميكه شويه، عايزاها رفيعه بس ما تكونش رفيعه قوي علشان ما تنشفش منك في الفرن، عايزاها بقى كبيره عايزاها صغيره، فده برده كله حسب الرغبه. وزي ما بنقول كده لولا اختلاف الاراء لبارت السلع. مفيش حاجه اسمها اصلها لازم تبقى كده، واصل لازم يبقى شكلها كده، واصل لازم يبقى سمكها كده، لا مفيش الكلام ده. كميه السكر والملح كانوا مظبوطين جدا مع بعض، ما تحاوليش تكتري في الخميره، هم معلقتين كبار ممسوحين على ال2 كيلو علشان العجينه ما تخمرش منك قوي ويبقى قوامها مش مظبوط. عايزه تحطي لبن بودره في العجينه حطي مفيش مشكله، بس انا طبعا كنت مدخله فيها دسم كتير فما كانش ينفع ابدا. انت بس اعمليها بشويه التريكات البسيطه اللي احنا قلناها دي وهتعملي احلى قرص فلاحي. وكده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، نتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في امان الله وحفظه. بس ما تنسوش لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجه بسيطه تعملوا الخير النهارده وتدعموني بالاشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير. ربنا يحسن ما بين ايديكم، بحبكم في الله.